بصوا كده هو بيرمي تاني اهو. هو ما ينفعش ينزل طبعا في الارض، عشان لو نزل في الارض كلها ميه، فالرز هينزل تحت كده، الرز مش هيطلع، احنا عايزين الرز يطلع. فبالتالي لازم يكون بيلف حوالين المستطيل او المربع اللي احنا عاملينه ده كده اهو. بصوا ما شاء الله. كان نفسي اكون معاكم في درس الغله واوريكم الغله بتندرس ازاي، بس كنت في البحيره بقى كلكم عارفين، ما كنتش هنا يعني. بصوا ربنا يخضر لنا يا رب، وعقبال عندكم جميعا، ودعواتكم لنا بقى عشان الرز يطلع حلو زي العسل زيكم كده. تسلم ايدك يا ابو حميد. طبعا دي كلها بركه ما شاء الله، الحمد لله ان ربنا كرمنا زرع. الغله ما شاء الله طلعت زي العسل، عشان طبعا جوزي العزيز الغالي هو اللي بضرب بايديه. طبعا ما ننساش بركه البيت الحاج خرخاش برضو، ربنا يديه الصحه برضو، طول ما هو البركه بتاعتنا موجوده في البيت. حماية العزيز فدي دايما معانا، يعني بركه ربنا معانا دايما. تعالوا ناخدكم جوله كده نشوف بصوا دي السفنداي ولا الليمون؟ ام الليمون راحت فين؟ بصوا كده دي العنبايه العزيزه اللي السنه دي ما نعرفش مالها، جرى لها ايه، حماية قطعها والحمد لله. ودي العنبايه التانية اهي، ودي شجره خوخ جايه لنا هديه، التوم اللي كنا زارعينه. بصوا ما شاء الله متفرفط في الارض عامل ازاي. بصوا العنبايه دي التانية كانت ما شاء الله السنه اللي فاتت مطلعه لنا يجي 6 كيلو عنب، مش عارفه ايه اللي جرى لها، خدت عين بقى ولا ايه، والله ما انا عارفه. بس يلا حصل خير. ودي دي الخوخه بتاعتنا، ودي للاسف كانت جايه لنا فيها خوخ والعيال ما خلوهاش اصلا. بس هو بيرمى اهو، هخليه يجيب الجردل واخد منه ورمه انا كمان بقى، عشان يمكن لما احط ايدي فيها يبقى فيها البركه اكتر كمان وكمان. دعواتكم لينا يا رب يخضر لنا يا رب. دي الارض بقى اللي هي دي لسه اللي هتنحرد بقى بعد ما الرز يقرب ان احنا نقلعه، فبنحرد بقى الارض التانية ونجهزها ونملاها ميه بقى ونزرع وهي مليانه ميه. هو احلى حاجه عمل الرز، بس صعب بقى في ايه، في الشتل، لان بتبقى تنقل رجليك في قلب الطينه، صعب جدا يعني، مش اي حد يعرف يعمله. بس الحمد لله بفضل ربنا بقدر ان انا اشتل وكده. بس ايه، السنه اللي فاتت احنا ما قدرناش نعمل حاجه، وجبنا ناس هي اللي شتلته وكده. مفيش اجمل من الطبيعة. تعالى نرمي الرز مع بعض. بصوا بصوا جميل. بصوا بصوا حاجة كده بجد احمر. طبعا استنى كويس اجل، لازم يعني نحط في الارض كلها. مين عايز يجي يعمل معايا؟ عايز اعمل بس من الاول.